السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي شمالية في الغربة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطرطة. مهم ماشي انا محترفة في هادشي، ولكن غير مبتدئة، وكنعمل عاملة أنا وليداتي هيدا في الدار نفرحهم، علاش لا. اول حاجة غادي نحضر معكم الجينواز. بالنسبة للجينواز غادي نحتاج 6 البيضات، 180 غرام د السكر، 180 غرام د الطحين، واحد لافاني. اول حاجه كنفصل البيض البيضات مع الصفار كما كتشوفوا في الفيديو. ضروري هاد العمليه هادي، وضروري ديك البيض البيضات ما يطيحش معاهم ديك الصفار، باش ملي كنجيو نخلطوهم الخلاط الكهربائي كيطلع معانا، كيطلع داغيه. وهنايا ضفت له واحد القبيصه د الملح، وضروري كنخلطوه اما خاص الخلاط الكهربائي اولا العجانه. صافي كنبقى نخلط مزيان ملي كيعمل البيضات هيدا هاد البيض البيضات الكشكوشه. كنبقى نضيف السكر دفعات. بالنسبه هنا السكر غنزيد له واحد لافاني، وغنبقى نضيفو على دفعات هيدا وانا كنخلط. هالمرحله هادي ضروريه في الجينواز. صافي كنبقى نضيف هيدا وانا كنخلط، وكنبقاو نخلطو هاد البيض البيضات حتى يرجع على شكل مرانك. هنايا انا مزربه الفيديو. ضروري نخلطو هيداك، كيدي الوقت شويه، شي 10 دقائق هيداك تقريبا، حتى كنحصلو على منقار بحال منقار. نتوما عاد تشوفوا معايا على هذا الشكل هذا، وغنبقى نضيف البيضات تدريجيا بشويه بشويه. في هاد المرحله هادي كنقص السرعه د الخلاط شويه، ما كنخليهش كما كان في الاول، وكنخلط هنايا هيدا كما كتشوفوا البيضات. كنبقى نضيف شويه بشويه، وصافي. دابا غنحيد هاد الخلاط الكهربائي، وغنجيب الخلاط اليدوي عادي، وغنبقى نضيف الطحين على 3 دفعات. غنبقى نخلط. هنايا مزربه الفيديو عاد تشوفوني كنخلط بالزربه، ولكن لا، انا هنايا عاد تجي واحد اللقطه مصوراها طبيعيه كيفاش مصوراها، وعاد تشوفوا كنبقى نخلط من تحت لفوق هيدا. الطحين كنضيفو على 3 دفعات كما كتشوفوا، وصافي كنبقى نخلطها هيدا بشويه بشويه. ها هي اللقطه اللي حقيقيه. تما كنت كنجرب فيديو انايا بشويه باش ديك البيضات ما كيطيحش، ديك البيض البيضات ما كيطيحش، والجينواس ما كينجحش معانا. صافي هنايا كنبقى نخلط هيدا كما كتشوفوا دابا في الفيديو على هاد الشكل هذا بشويه. نخلط غير بشويه حتى كنتاكد ديك الطحين تخلط مع الخليط مزيان. وهنايا انا نطيب الجينواز في هاد الطنجره هادي، حيت ما عنديش القالب خاص بالجينواز. بعد ما عملت له الورق د الفرن دهنته بالزبده ولصقته. اذا كان عندكم شي طنجره اولا شي كاسرونه، بزاف الناس شفتهم كيطيبوها في الكاسرونه ولا في الطناجر بحال هيدا كيكونوا متساويين. يعني ماشي ضروري ما عندنا شي القالب د الجينواز ما نعملوهش، يعني الواحد اي حاجه كيديباني. صافي هنايا هاد الحركه هادي ضروريه منا ما كنشبر هيدا القالب، وكنضربو مع لورنيه ولا سطح العمل اللي كنخدمو عليه، وكندخلها للفران. من بعد ما دخلتها للفران انا خرجتها طابت. المهم تقريبا دات لي واحد 45 دقيقه حتى 50 دقيقه هيداك. صافي هنايا غنلويها وندخلها النبيره. انا هنايا عملتها في العشيه حتى لغدا عاد خدمت بها. نتوما كتشوفوا كيفاش كتجي راطبه. وصافي هنايا من بعد ما كنت قطعتها لويتها في السلوفان. نتوما كتشوفوا جاتني 3 طبقات، يجي الجينواز ناجح، طبقات متساويين. نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم. كما قلت لكم في الاول انا ماشي محترفه في هادشي، يعني اللي محترفين وتفرجوا في الفيديو ديالي عيبانوا لهم بعض الاخطاء، ولكن انا ماشي محترفه في هادشي، غير مبتدئه. وان شاء الله ان شاء الله الواحد هو كيجرب باش كيتعلم. اذا ما جربتيش ما تتعلمش. وبالنسبه لهنايا عندي الكاناش كنت حضرته من قبل. عندي هنايا الكاناش بالشوكولا سوداء
والكاناج بالشوكولا بيضاء، وهنايا كراميل حتى هو حضرته. وان شاء الله دابا نشاركو معكم في الوصفات، فيديوهات اللي يماجيني ان شاء الله. مرة نبغى نشارك معكم بحال هيدا، مني انا كنتعلم ومني كنشارك معكم حتى نتوما الافكار ان شاء الله. دابا هاد الكاناج، هاد الشوكولا سوداء غادي نخلطو. هيدا غادي نطلع مزيان. هاد الكاناج كيجي ناجح كم في الفيديوهات المقبلة ان شاء الله. دابا غادي نطلع هاد الكاناج هيدا بالخلاط. نطلع هذا الشوكولا سوداء وهذاك الشوكولا بيضاء حتى هو غادي نخلطو. نتوما كتشوفوا كيجي الكاناج ناجح، وهذا الشوكولا بيضاء حتى هو كيجي ناجح وكيجي لذيذ، كيجي مزيون. صافي كنخلطو بهذا الخلاط هذا، ضروري من هذا الخلاط هذا ولا العجانه باش كيطلع هذا الكاناج وكيجي مزيون. وبالنسبه للكراميل، ملي كنعدلو كندخلو النبيره فحال اللي قصح شويه، ولكن ساعتك غادي نسخن الكاسرونه فيها شويه د الماء وغادي نعملو باش كيدوب شويه، كيدفى شويه، كيطلق راسو، ما كيبقاش هيداك جامد شويه، كيبقاش جامد هيداك. نجيب هاد البوش هذا وغادي نعمر فيه هاد الكناجات. بالنسبه اذا ما عندكمش عملوا غير الميكا وصافي، ميكا د النبيره كنعملوهم فيهم. انا سبق لي عملتهم غير في الميكا، ودابا ملي توفر عندي هذا عملته فيهم. كما قلت لكم يعني ماشي ضروري حتى يكون عندنا هادشي عاد نعملوهم، يعني الواحد كيديباني بزاف د الحاجات. وهنايا غنسقي بالحليب، حليب بارد. هاد الطبقه هادي غادي نسقيها بالحليب بارد. صافي غنعمل هذا الكناج هذا في الاول على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كما قلت لكم انا باقا عاد كنتعلم، يعني ماشي محترفه في هاد الشيء باش نكون يعني هاد الشيء عندي معاوض وعندي زعما يكون داكشي، لكن انا كنتعلم. الخطأ كيتعلم الواحد. صافي كنجيب المعلقه وكنبقى نعمل هاد الطبقه هذه على هاد الشكل هذا. وهي الصراحه في المذاق جات لذيذه، خاف المهم حتى في المنظر، ولكن الواحد ملي كيعملها غير في دارو وليداتو مع وليداتو يعني كيقبل على اي حاجه، ماشي يعني شي تزيين، ولكن كتجي جات في المذاق مزيونه، حتى في المنظر مزيونه ما بيها شي. المهم هنايا عملت الكراميل وزدت هذا الكركاع باش ملي كتاكل كتجي فيك ديك الطريفه ديال الكركاع داك مقرمشين كيجيو مزيونين. وغنزيد الطبقه الثانيه نسقيها الجهه هادي بالحليب، وهاد الجهه هادي عملت شويه د الحليب كولاكاو اللي كنعطيونا العيال يشربوه. صافي هنايا سقيت هاد الطبقه هادي كتعطيها واحد المذاق مزيون، حتى في الكولور كيجيو الطبقات تقريبا بحال اللي عملتي هاد الكاكاو. وهاد الطبقه هادي غنعملها بهاد الكناج هذا كامله. كما قلت لكم كنعمل بالمعلقه. دابا اللي كيجي لي نعقلي كنعملو، كنزيد شويه من هنايا وشويه من هنايا وصافي. كتبان لي هنايا واحد باقي خاص كنزيد، ماشي يعني هادشي عندي متصور في عقلي شنو غنعمل وديكشي، غير كنعمل وصافي. وهنايا كنعمل طبقه د الكراميل، غنزيد الحبيبات د الشوكلاط. هاد الطبقه هادي سقيتها بالحليب، كنسقيهاش من فوق، كنسقيها الطبقه هذيك اللي غتجي على الكيك من فوق، اللي غتجي الطبقه التحتانيه. وصافي من بعد ما عملت الكناجات كيبان لي هاد الخوا هذا غنزيد له هاد الكناج هذا د الشوكولاته هذا اللي بقالي. وصافي نعاوطها الفراغات اللي بقاو لي وغادي نعاوطها وغادي ندخلها النبيره. كما قلت لكم انا كنستعمل عندي هاد المسطره هذه مربعه، يعني ماشي ضروري حتى تكون ديك سباطوله.
فما بان لي شي فراغ شي باقي شي موطا خصو زيادة كنزيدو، وغادي نعاوطها هايدا وغادي ندخلها النبيرة باش ديك الكاناج كيقصح. ملي غنجي نعمل لها هاد الكاناج هذا د الشوكولا بيضاء ما كيتخلطوش مع بعضيتهم. بقيت كنفيني فيها بهاد الكاناج شوكولا بيضاء على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. المهم كيدي شويه د الوقت شويه د الخطر صافي. من بعد ما ساليتها هذا الشكل ديالها واخا ماشي مفينيه مزيان، المهم تبارك الله. وهنايا ما فيما بانت لي شي سباطولا فيما بانت لي شي حاجه انا جبدتها باش نعاود بها. ما قلتكم الواحد ملي كيكون مبتدئ المهم كيديباني كيبغي يتعلم باي طريقه. غادي نزينها هيدا غير فوق هاد الشكل هذا، يعني تزيين بسيط وصافي ماشي شي تزيين. ايوا نشكر راسي ما عندي ما نعمل. المهم انا شاركت معكم واخا المهم انا مبتدئه، مني نشجع راسي وحتى اللي بغى يتعلم معاه حتى هو يتشجع. يعني ماشي ضروري من الاول عاد تجينا مزيونه عاد تجينا مفينيه معوطه عاد تجي، يعني ضروري الواحد كيتعلم في دارو مع وليداتو حتى الوليدات كيفرحوا. صافي زينت انا تزيين بسيط ما كلفتش على راسي ولا شي حاجه. المهم هذا الشكل ديالها النهائي كما كتشوفوا، وانا غادي نقطعها معكم تشوفوا حتى من داخل كيفاش جات. المهم المذاق مزيوان حتى المنظر ما بيه شي. تبارك الله كما قلتلكم نشجع راسي. والصراحه حتى لا غدا عاد زيانت. انا هنايا ولادي ما صبروش عليها، يعني الصراحه نقولها. حتى لا غدا بقات منا عاد زيانات وكانت بردات. هنايا كما قطعتها كتكون باقا طريه، يعني هي خصها ضروري تبات واحد الليله في النبيره. ولكن كما كتعرفوا العيال اذا شافوا الحاجه يعني خصهم في ديك اللحظه هذيك. وهنايا غادي نقطع معكم وغادي تشوفوا الطبقات كيفاش كيجيو باينين في الوسط. نتوما كتشوفوا الطبقه د الكناج كيفاش كيجيو باينين الكراميل. وصراحه جات لذيذه. نتوما كتشوفوا يعني كلشي موضح في الفيديو الشكل ديالها كيفاش كيجي. جات ديك الطبقه د الكناج الطبقه د الجينواز الكراميل باين. وكانت بالنسبة لي واحد التجربة رائعة. ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله.